القانون للجميع. نبدأ. دايما بنسمع ان القانون معقد ومصطلحاته صعبة، بس الحقيقة ان دستور حياتنا اليومية. وبما ان دراستي وشغفي هو القانون، فكرت ليه ما نقربش المسافات. هنا هنفكك المصطلحات القانونية البحتة ونحولها لنصايح سهلة ومبسطة تساعدنا في يومنا. هنبدأ مع بعض أول سلسلة لينا بعنوان تبسيط العقود. هنتكلم عن عقود البيع والشغل، وطبعا مش هننسى أصحاب الفريلانسرز وكل العقود اللي بنمضيها وبنحتاج نفهمها صح. أنا فاطمة الزهراء، هكون معاكم لتبسيط القانون. وبما إن قلنا إن أول سلسلة هنبدأ بيها هي تبسيط العقود، محتاجين الأول قبل ما ندخل في التفاصيل نعرف هو يعني إيه عقد أصلا. العقد هو وعد موثق، مش مجرد ورقة بنمضيها، لأ، ده دستور صغير بيكتبه الأطراف علشان يحددوا علاقتهم هتمشي ازاي. وده اللي القانون بيسميه شريعة المتعاقدين. يعني انت والطرف التاني اللي حطيته القانون اللي هيتحكم فيكم، واللي محدش يقدر يغيره غيركم. طيب ليه لازم نكتب عقد؟ العقد مش قلة ثقة، لأ، العقد أعلى درجات الثقة. ليه بقى؟ علشان الذاكرة بتخون. فالنهاردة احنا متفقين، بس كمان سنة ممكن ننسى كان ميعاد التسليم امتى، او مين اللي عليه مصاريف الصيانة. وعلشان نحمي الود بينا، لما كل واحد يعرف ايه اللي عليه اللي ليه وايه اللي عليه بوضوح، المشاكل بتقل والود بيفضل مستمر. علشان لو حصل مشاكل، العقد بيكون المرجع اللي بيرد الحق لاصحابه من غير ما نعتمد على قال وقيل. فنصيحتي النهاردة، العقد مش معمول عشان نخوف بيه بعض، لأ، هو معمول عشان نطمن بيه بعض. فكلمة الرجالة بنوثقها بالعقد اللي يفضل فاكرها لما احنا ننساها. في الفيديو الجاي هنتكلم عن المثلث الذهبي للعقد. يا ترى ايه هو؟ لو عندكم اي سؤال في النقطة دي سيبوها لي في الكومنتات وهرد عليكم. ولو انتوا على يوتيوب ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. ولو على تيك توك اعملوا فولو وريبوست. ولو على الفيسبوك متنسوش اللايك والفولو. اشوفكم في الحلقة الجاية.